السلام عليكم. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ نتمنىكم بخير وعلى خير وفي الف صحه وعافيه. اليوم جبت لكم واحد الفيديو تفصيلي ديال كيفاش كنوجد انا لاصوص طوماط او صلصه الطماطم وكتبقى عندي في الكونجيلاتور مده طويله وبكميه كثيره وما كتخلينيش نعكز لا على لي بات الدراري لا على الطواجن د الكفته لا على اي حاجه كتحتاج صلصه الطماطم. تبعوا معايا الفيديو وغادي تشوفوا الطريقه. كما شفتوا في الاول كنجيب مطيشه بكميه وفيره، بطبيعه الحال خاص يكون الثمن ديالها مناسب باش الغابور دو كاليتي يكون مزيان. كنغسل هذيك مطيشه مزيان، كنرقدها في شي باسينه كبيره بشويه ديال الخل وبيكربونات، راه غير ما بانتش في التصوير. كنغسلها مزيان وكنطحنها هكذاك صاينه، ما كنقطع ما والو. الا كانت شي حاجه فيها شي حاجه خامجه شي كحوليه كنزولها عادي كما كديري انت سيداتي، وكنطحنها في الاشواخ. الا بغيتي تصفيها غادي تصفيها، سينو تخليها غير لهذا الشكل كما راكي كتشوفيها. انا ما كنصفيهاش الصراحه، لانه ما كنصاوبش بها الكيتشوب ولا شي حاجه، كنستعملها غير في الاكل العادي. الا بغيتي ديري بها الكيتشوب صفيها باش تعطيك لون صافي ولامع. دونك غادي نطحن كاع الكميه اللي عندي وغادي نديرها طيب. هنايا انا راني دايره زوج طناجر، راني دايره قدره كبيره وطنجره. غادي تخليها طيب على خطرها، ما تزيدي لهاش نقطه د الماء، هي اللي غتطلق الماء وغادي تبقى تنشف. غادي تبقى تنشف وتشرب داك الماء ديالها، وحطي فوق منها معلقه د الخشب كما راني دايره انا هكذا، ما غاديش تزلع ما غاديش تفيض. هنا دازت مده صراحه، واحد المده كبيره، شي تقريبا شي نص ساعه، ولا كي كتشوفي الكميه تاع المطيشه راها كتقلال كتنقص. غادي تبقى تنقص حتى غادي تولي في النص. هنايا انايا عاد في هذه المرحله عاد زدت لها القليل من زيت الزيتون، وغادي نزيد لها ورق سيدنا موسى، وغادي نزيد لها الزعتر. الا كان عندك سيداتي البصله والمطيش الفلفل الحمراء زيديها. انا كانوا عندي بصح ما بغيتش نزيدهم، بغيت نخليها هكذا لان ديجا البصله كانت عندي كونجولي وانا ديجا غادي نكونجولي هذه، دونك ما بغيتش ندير كونجولي مع كونجولي. وحتى الفلفله الحمراء كانت عندي مكونجولي. دونك شنو غادي نزيد انا هنايا؟ غادي نزيد الزعتر في الاناءين بزوج، ورق سيدنا موسى، وواحد الكميه تاع زيت الزيتون، تقريبا كاس زيت الزيتون قسمته على هاد الزوج اواني اللي راهم كيطيبوا. صافي غادي نخليهم حتى طيب حتى كتعزل الزيت ديالها. ملي كتعزل المطيشه الزيت ديالها تما كتعرفي بان المطيشه ديالك طابت مزيان. من غادي تنقص الحجم ديال الطنجرتين غادي نرد وحده في وحده، غادي نخلي غير طنجره. راكي شتي كان بزوج كانوا عامرين حتى للفم، وغادي يوليو غير في طنجره وحده، غير في هذه القدره الكبيره، هذه القدره ديال الكسكاس هي اللي عندي كبيره. هنا كنحركهم مزيان كما راكي كتشوفي، وراني منقصه لها وكنمشي نغبر عليها. راها هنا شتي هنايا راها كطير، راها صراحه حرقتني في يديا. حرقتني في يديا، كانت كطير بزجاجه وما صراحه ما انتبهت لهاش. شتي هنايا انا صافي راه بدات كتعزل الزيت ديالها. في هذه المرحله هذه غادي نحاول نجمع طنجره في طنجره. غير بشويه غادي نبدا نخوي شويه بشويه تنخويها كامله. وديروا اتونسيون لان راه كطير كدير بحال تقنته، اللي وجاده كيديروا تقنته مع كيكون فيها الزيت. الا ما كنتيش لاصيانه فيها وحاضيه جنابك كتخرجي كاع محروقه. ايوا بحال هكذاك هاد المطيشه هادي غادي نديرو نجمع الاناءين في اناء واحد، لانه ملي كيشرب داك الماء كيقلع الحجم ديالها وكطيب مزيان. حاولوا عطيوها الخطر ناقصوا عليها وخليوها طيب مزيان على خاطرها باش ما تخماش.
هنايا من غادي ندير كاع هاد العمليه هادي، غادي نزيد نخليها يزيدوا يطيبوا ويتجانسوا مع بعضياتهم. وغادي غادي نطفي على الطنجره، وغادي نخليها حتى لغد ليه، لان هنا رحنا في الليل. هنا راه فريمون كان شي 12 تاع الليل ولا. صافي غادي نخليها تبرد غير في البوطاجي. انا كنت دايره مع الفجر غادي نصاوبها، صح ما قدرتش الصراحه. خليتها وكانت عاد سخونه. صافي انا طفيت عليها. شتي راه حتى الفورنو ما تزلعش بزاف، لان هاد العمليه ديال انك تخلي خشبه فوق اي حاجه كطيب، كان الروز لي بات ولا اي حاجه كتغلي، ديري فوق منها غير هذيك المعلقه الخشب، ما عندها ما يصرى لها. صافي هنا راني كنوريها لكم، راه شويه ثقيله، حتى لغد لي عاد غادي نقول لكم شنو درت لها. غادي نغطي عليها، غنخليها شويه معريه، وغادي نخليها حتى لغد ليه. راه فريمون لغد ليه مشيت نخدم وجيت راه حتى لشي 12 ونص بحال هكذاك، وكانت عاد سخونه. هنا راني نقول لكم حتى لغد ليه. شتينا لغد ليه. صافي هنا شنو غادي ندير؟ هنا راه عاد سخونه، هنا راه دافيه، وراني جبدتها من الثلاجه. يعني الصباح فاش نوضت رديتها للثلاجه، عاد مشيت نخدم. هنا غادي نقلع دوك الورق تاع سيدنا موسى باش غادي نولي نطحنها بالبغا ميكساغ. بما انه انا ما صفيتهاش غادي تبقى هكذا. الا ما بغيتيهاش تبقى هكا بزرعتها، صافي صفيها. انا ما عنديش مشكل الصراحه، ما كتديرونجينيش وما كتبانش يعني في الاكل ديالي. وراكم شفتوها كنستعملها بزاف في الوصفات ديالي، ما كيصرى لها حتى شي حاجه، ما عليها حتى شي حاجه. انا غادي نضربها مزيان بالبغا ميكسور، وغادي نديرها في دي بواط صغار. درتها في دوك لي بواط نتاع ايكيا. انا جبت كاع دوك لي شتي بواط عندهم الصغار داك العبار الصغير الصغير، والكبار. درتها علاش في دوك كندير العبار الصغار؟ الصغير، لان دي فوا ودرتها حتى في دوك لي كنحتاج غير بوان. كونتيتي صغيره. ودي فوا كنحتاج كونتيتي كبيره على حساب الاستعمالات ديال اي وحده. شوفي هنا راني كاع عمرت كاع دوك لي بواط، وهادو اللي كبار هنايا كنخليهم ملي كندير طاجين ديال الكفته ولا لي بات بغروند كونتيتي. وراني في التالي قسمتهم، وليت زدت بحالهم وقسمتهم على النص. جاوني كتارين بزاف، قسمتهم على النص. حتى كنت ساليت لا فيديو لقيت لي بواط عندي في البلاكار، وليت قسمتهم على النص. وهذا التالي كاع اللي كبير فيهم غادي نخليه في الثلاجه للاستعمال تاع الاسبوع. ديجا غادي نطيب لهم لي بات، لان البارح من شموا ريحه مطاشه بغاو لي بات، كنت ديجا انا مطيبه. قلت لهم لا حتى لا غد ليه، انا ما غاديش ياكلوها، غادي غير تحماض. دابا الصيف ما يصلحش تبقى غير طيب الماكله وتتخليها، وانا اصلا ما كناكلش لي بات، يعني كياكلوها غير هما. صافي هذه هي لا كونتيتي اللي عطاتني، صراحه عطاتني كونتيتي ياسره. وهنا تكمل لا فيديو ديالنا.